ان شاء الله. يعني كده ان شاء الله يا كابتن. لسه احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، لكن في نيه ان ممكن يكون في عدد من مجندين الشرطه الامن المركزي، مراكز شباب اسكندريه، انديه اسكندريه، يعني يكون في برضه مؤازره للمنتخب في الماتش ده، لان في حرص برضه ان احنا ربنا يوفقنا ونكسب برضه، عشان هتبقى مهمه جدا في التصنيف يا كابتن. طبعا. الكونغو خلاص اتقررنا على الكونغو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تمام، وتم التعاقد الرسمي معاهم ومضوا العقد في الاتحاد الكونغو وبعتوا لنا الرد بتاعهم مع المهندس ابو الهيطه وكله تمام يا كابتن. فعلا $50,000 عشان لاعب الكونغو؟ لا، هو مش $50,000 العائد مادي، لكن هو $50,000 التكلفه بالتذاكر بالاقامه هتوصل لكده يا كابتن. لكن هو يعني كان مطلوب ان الماتش ده يتلعب، وزي ما حضرتك عارف برضو تونس من ناحيه تانية حريصه ان هي عاوزه برضو تكون هي في التصنيف الاول. فمستر كوبر كان طالب ماتش بنفس المواصفات الكونغو، فبالتالي ما كانش التفكير في الموضوع المادي، يعني على درجه انك انت عاوز تجيب له الماتش اللي توفر له الحمايه الكافيه انه يكون في التصنيف الاول ان شاء الله. ان شاء الله. هو المفروض يعني كل الترتيبات مكمله خلاص، التذاكر اتبعتت للفريق الكونغو، هيكونوا متواجدين امتى ان شاء الله يا فندم؟ 26 يا كابتن، والماتش في استاد برج العرب يوم 30 الساعه 7:30. 26 مش جايين بدري شويه؟ هم هيوصلوا 26، يقعدوا 4 ايام قبل الماتش كتير يعني. يعني ما هم هيوصلوا 26 بالليل والماتش 30. طيب المهم وتم الحجز اليوم وكل الترتيبات. المهندس ابو الهيطه طبعا متولي القصه دي، وهو بيدير المنتخب بفكره احترافيه يعني. فكل الترتيبات والتنظيمات بتاعه الاقامه والمعسكر لمنتخبنا والمنتخب الكونغو تمام. احنا بس لسه زي ما حضرتك بتقول كده موضوع في جمهور او لا، لسه تعرف الظروف اللي حصلت في مديريه امن القاهره في حلوان، وطبعا بنعزي اسر الشهداء، دي مخلينا احنا ما بنتكلمش دلوقتي حاليا. فلكن الترتيب ان شاء الله لوجود جمهور هيكون خلال يوم السبت او الاحد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سياده العميد ثروت سليم. شكرا كابتن حازم، تحت امرك. المدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري. الماتش يوم 30 ان شاء الله، الكونغو هتوصل 26. لسه موضوع الجمهور لما قلنا لسه ما تحددش.